عاملين ايه؟ تعالوا نبدأ مع بعض النهارده الدرس الثالث في منهج ثالثه اعدادي، وتعتبر المحاضرة الرابعة مع بعض. يا رب تكون ذاكرت الدرسين اللي فاتوا تمام عشان ندخل في درس النهارده. درس النهارده سهل جدا جدا جدا، بس بيكون في بعض التركات دي ريليتد بمادة الماس، بس انا هقولها لك، يعني انا هقولها لك، بس هي اكتر ماث عشان فيها سيركل، فيها تراينجل، فيها حاجات كده في البروبلم لازم احلها عن طريق الرولز بتاعه الماث اللي انت خدتها. بس انا هرجعها لك وهرجع لك قوانين الماث، مفيش مشكله خالص. فواحده معايا واحده معايا ونبدا مع بعض. الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ قال لي بيتكلم عن فيزيكال كوانتيتي. يعني ايه فيزيكال كوانتيتي؟ القيمه الفيزيائيه. يعني ايه القيمه الفيزيائيه؟ قال لي هي حاجه بتتقاس بقانون معين، او حاجه بتتقاس بمسطره مثلا زي الديستنس، او حاجه بتتقاس بالستوب ووتش زي الوقت التايم، وبيكون ليه ميجرنج يونت وحده قياس. يعني مثلا لو انا عندي ديستنس فانا قست بالمسطره المسافه دي لقيتها 5 متر او 5 كيلو متر، ينفع اقول ان المسافه دي 5 ساعه مثلا 5 ساعات؟ لا، هي الديستنس ليها ميجرنج يونت اسمه متر او كيلومتر او سنتيمتر. طب التايم ينفع اقول ان التايم 5 متر؟ لا، هو 5 اور 5 سكند 5 مينت. يبقى كل فيزيكال كوانتيتي ليها ميجرنج يونت خاصه بيها. يبقى هي دي الفيزيكال كوانتيتي. الفيزيكال كوانتيتي هي قيمه معينه بقدر اقيسها وليها measuring unit. يبقى هي quantity that can be measured and has physical quantity. اهو تعالى نقراها. قال لي هي عباره عن quantity لازم can be determined، اقدر احسبها واجيب لها القيمه بتاعتها، and has measuring unit وليها وحده قياس. يبقى يعني ايه physical quantity؟ it is a quantity can be measured and has measuring unit. طب مرة كمان يلا، ها physical quantity can be measured and has measuring unit. طب مرة تاني، ها هي quantity can be measured and has measuring unit. طب آخر مرة يلا، هي quantity that can be measured and has measuring unit. طيب قال لي يا ميس هي الميجرنج يونت ممكن تختلف من حاجة للتانية. يا ابني أنا لسه قايلة لك، ينفع أقول إن المسافة دي 5 ساعات 5 دقايق؟ لا، هي 5 متر او 5 كيلو متر. طب ينفع اقول ان الوقت دقيقتين؟ طب ينفع اقوله ان هو مترين؟ لا. يبقى كل حاجه ليها ميجرنج يونت خاصه بيها. يبقى ايه هي الفيزيكال كوانتيتي؟ هي كوانتيتي كان بي ميجرد اوكي اند هاز ميجرنج يونت. برافو. وقال لي ان each physical quantity measured with a special measuring unit. لازم كل physical quantity يكون ليها الميجرنج يونت بتاعتها. ميس اديني مثال. تعال اما اقول لك السبيد الميجرنج يونت بتاعته متر بير سكند او كيلومتر بير اور. طب التايم الميجرنج يونت بتاعته اور او مينت او سكند. طيب مثلا الديستنس الميجرنج يونت بتاعته متر كيلومتر سنتيمتر. يبقى معنى كده ان كل فيزيكال كوانتيتي ليها الميجرنج يونت الخاصه بيها. يبقى كل اللي انا قلته دلوقتي يعني ايه فيزيكال كوانتيتي؟ قال لي هي it is a quantity can be measured and has measuring unit. طب مرة كمان it is a quantity can be measured and has measuring unit. طب مرة تاني it is a quantity can be measured and has measuring unit. طب آخر مرة it is a quantity can be measured and has measuring unit. طب أنا مش سامعة. it is a quantity can be measured and has measuring unit. أوكي، نيجي على اللي بعد. طب ميس هو انا عندي فيزيكال كوانتيتيز كتير؟ عندي نوعين من القيم الفيزيائيه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ تعالى اقول لك على التحدي بتاعنا النهارده، وده التحدي الرابع. عارف انت لو عملت كشكول ليك لخصت، تيجوا نعمل فكره حلوه ونيجي في اخر السنه، يا رب اعرف يعني فكروني بيها عشان لو نسيت. جت في دماغي دلوقتي. هنعمل فكره حلوه، هنعمل تحدي محدش يضحك عليا. هنسميه تحديات. والله انا عارفه ان لو حد سمع الفيديو ده كده. المهم هنسميه تحديات نيمو. يا عم ميس مين بس؟ هو نيمو كده على طول. تحديات مين؟ نيمو.
صدقني انا بعمل كده عشان خاطرك وحياه ربنا، بامانه ربنا، بحس ان انا بديكوا كده من قلبي، بحس وانا بشرح ان انا مبسوطه معاكم، بس مش اكتر من كده. بص تحديات نيمو هنعمل فيها ايه؟ هنعد لغايه اخر السنه كام تحدي، هنعمل كشكول اسمه تحديات نيمو، لو انا نسيت اديني بقولها لك فكرني بيها. اوكي؟ تحديات نيمو ايه؟ كل حصه هنعمل تحدي. احنا خدنا لغايه دلوقتي تحدي الحصه الاولى لو تفتكر، خدنا تحدي الحصه الاولى وتحدي الحصه الثانيه وتحدي الحصه الثالثه، النهارده تحدي الحصه الرابعه. طب ايه تحدي؟ وعلى فكره الكشكول دوت في اخر السنه، لو انت جيت تذاكر تحديات نيمو في اخر السنه هنعمل ايه؟ هتلاقي نفسك ذاكرت المنهج اصلا، لان انا في كل حصه بديك تحدي عباره عن ملخص الدرس. اوكي ماشي. تحديات نيمو التحدي الرابع، تمام؟ التحدي الرابع هنعمل ايه؟ هنعمل مقارنه ما بين درس النهارده، هو درس النهارده اصلا كله مقارنات، وهنعمل ملخص لقوانين وتركات الماث. اوكي بس كده، ده التحدي بتاع النهارده. ماشي يلا نبدا بالتحدي رقم 4 في تحديات نيمو. بيقول لي الاكزامبل بتاعه الفيزيكال كوانتيتي. قال لي زي ايه فيزيكال كوانتيتي؟ قال لي زي الماس الوزن، زي التايم الوقت، زي اللينث الطول، زي السبيد السرعه، زي الفورس القوه، زي الفيلوسيتي. ايه ده يعني ايه فيلوسيتي؟ سرعه. ايه ده يعني ايه سرعه يا ميس؟ مش احنا قلنا ان سرعه يعني سبيد؟ ايوه. والنهارده في تحديات نيمو في التحدي الرابع هنعرف الفرق، وانت هتكتبه لي في الكشكول بتاع تحديات نيمو ان في فرق ما بين السبيد والفيلوسيتي، وهقول لك ايه هو. تمام. ديسبليسمنت. ايه ده يعني ايه ديسبليسمنت يا ميس؟ يعني مسافه. الله ميس مش انت قلتي مسافه يعني ديستنس؟ ايه اللي جاب الديسبليسمنت هنا؟ لخبطتينا. هقول لك الفرق، وده اللي هنكتبه في تحديات نيمو في التحدي الرابع، الفرق ما بين الديستنس والديسبليسمنت واكسلريشن. اوكي دي كده اكزامبلز لل فيزيكال كوانتيتي. طب ايه انواع الفيزيكال كوانتيتي؟ قال لي عندي نوعين من الفيزيكال كوانتيتي، عندي حاجه اسمها سكيلر فيزيكال كوانتيتي، وعندي حاجه اسمها فيكتور فيزيكال كوانتيتي. تاني عندي حاجه اسمها سكيلر فيكتور، سكيلر فيكتور، مره تاني مش سامعه، سكيلر فيكتور، سكيلر فيكتور. طب ايه الفرق؟ قال لي السكيلر فيزيكال كوانتيتي ده هو described a scalar physical quantity. It is enough to know its magnitude only. magnitude only. مالك يا ميس في ايه؟ مش فاهمه. تعالى اما اقول لك magnitude only يعني انا في الفيزيكال كوانتيتي هي القيمه الفيزيائيه اللي انا محتاج فيها رقم بس، قيمه بس. ماجنتيود اونلي زي ايه؟ مش فاهم. تعالى اما اقول لك. زي مثلا ماشي مش كاتب اكزامبل، لا هتلاقي فيه اكزامبل دلوقتي، استنى. ماشي طب خلاص تعالى اكتب معايا اكزامبل مثلا زي ايه؟ ادي اهو قلنا ان هو ماجنتيود اونلي. زي ايه مثلا؟ زي التايم. لا سوري انا مش عايزه ده، انا عايزه ده. زي التايم الوقت. مش فاهم. حلو انا بصالك صح؟ الساعه كام في ايدك؟ الساعه 4 الظهر. طب انا بصيت يمين، الساعه كام في ايدك يا ابني؟ 4 الظهر. طب انا بصيت ورا، الساعه كام في ايدك يا ابني؟ 4 الظهر. طب بصيت كده، الساعه كام في ايدك؟ 4 الظهر. طب بصيت لك تاني، الساعه كام في ايدك؟ 4 الظهر. ايه ده يا مش فاهم؟ يعني الوقت بيحتاج اتجاه؟ يعني انا لو بصيت لك الساعه 4 لو بصيت ورا هتبقى 5؟ فين المنطق يعني؟ لا هو وقت يعني وقت ساعه، الساعه 5، الساعه 4، الساعه 6. فاهمني؟ انا وصلت الطريق ده في ساعه، وصلته في نص ساعه، وصلته في 5 دقايق. انا مالي بالاتجاه؟ ايا كان اتجاهي ايه، التايم ثابت. يبقى التايم ده هو فيزيكال كوانتيتي اللي بيحتاج ماجنتيود اونلي يعني انا بحتاج رقم بس. حلو. طب تعالى عند الفيكتور. ايه هو الفيكتور؟ وهناخد اكزامبلز ثانيه كتير بس انا ببدا معاك واحده واحده. ايه هو الفيكتور؟ قال لي الفيكتور هو عباره عن فيزيكال كوانتيتي it is necessary to know، ضروري علشان اعرفه. عايزه ماجنتيود and direction.
magnitude and direction، يعني لازم يكون لي رقم واتجاه، انا ماشي ناحيه النورث ولا الايست ولا الويست ولا ماشي ازاي. وبرده هديك اكزامبلز واحده واحده. يبقى لغايه دلوقتي ايه اللي انا خدته اصلا كل الحصه؟ physical quantity. يعني ايه physical quantity؟ يلا معايا. ها قال لي it is a quantity can be measured and has measuring unit. طب مرة تاني. ها it is quantity can be measured and has measuring unit. طب كل quantity يا ميس ليها measuring unit لوحدها؟ يبقى each physical quantity has a special measuring unit. اوكي، عندي كام نوع يا ميس من الفيزيكال quantity؟ نوعين، سكيلر وفيكتور. سكيلر وفيكتور. سكيلر وفيكتور. سكيلر هي magnitude only. طب فيكتور ايه؟ magnitude and direction. magnitude and direction. متهيألي فهمنا الفرق. اوكي، تعالى ندخل على بعض واحده واحده. يعني ايه سكيلر فيزيكال كوانتيتي اصلا؟ اهو لسه قايلينها. قال لي هو عباره عن فيزيكال كوانتيتي. فيزيكال ايه في ايه؟ physical quantity that has magnitude only. magnitude only هو ده السكيلر. طب الفيكتور؟ قال لي الفيكتور هو physical quantity that has magnitude and direction. magnitude and ايه؟ direction. اوكي، ادخل على اللي بعده. give reason. ليه اللينس الطول ادي اهو اكزامبل والتايم ار سكيلر فيزيكال كوانتيتي؟ انا شرحت لك الاكزامبل بتاع التايم لما انا بصيت لك في الكاميرا الساعه 5 الساعه 5، بصيت يمين الساعه 5 الساعه 5، بصيت بالظهر الساعه 5 الساعه 5، بصيت كده الساعه 5 الساعه 5، بصيت لك الساعه كام؟ الساعه 5. اهلا وسهلا بك. طيب الوقت ده اوكي. طب اللينس انا طولي، هقول لك طولي الحقيقي بس من غير ما تضحك، انا قصيره اصلا. طولي 160 سم. طيب لو انا بصيت ناحيه الشمال طولت، يا ريت يا ريت والله يا ابني كنت هبص على طول ناحيه الشمال عشان اطول، صح؟ ابقى طول عيالي مثلا. لا، قال لي بصيت يمين نفس طولي 160 سم، بصيت ورا نفس طولي 160 سم، مفيش اختلاف. بصيت كده هو طولي يا ابني. طب بصيت لك اكيد ما مطتش، هو طولي. يبقى انا 160 سم. يبقى الطول ايه؟ الطول برضه سكيلر، يعني بيحتاج رقم بس من غير اتجاه، مش محتاج اتجاه. يبقى ليه بقول على اللينس والتايم سكيلر؟ هقول because they have magnitude only and have no direction. ملوش direction. اوكي، ندخل على السؤال اللي بعده. give reason. ليه الاكسلريشن اند فورس والقوه ار فيكتور؟ هقول لك الاكسلريشن دي اللي هي عجله ايه؟ او فرق السرعه اللي شرحناه الحصه اللي فاتت. الفرق السرعه بتاع العربيه، هي العربيه مش لازم تمشي في اتجاه معين ولا هي هتفضل ماشيه يمين وشمال؟ يعني مثلا انا ماشيه في الاتجاه ده، الطريق ماله سريعه، فسرعتي كنت ماشيه بطيء بعد كده سرعت، ففرق السرعه في الاتجاه ده بيكون بوزيتيف اكسلريشن. لو تفتكر من الدرس اللي فات بيكون بوزيتيف. ليه؟ لان انا سرعت من السرعه بتاعتي، صح؟ يعني السرعه بتاعتي زادت، فانا في الاتجاه ده سرعتي زايده، فالاكسلريشن بوزيتيف. جيت بقى رحت مشيت في الاتجاه ده، انا طريقي هنا مش كده، مش ناحيتك، طريق ايه؟ زحمه قوي، كنت ماشي بسرعه والدنيا بقت زحمه فسرعتي قلت. يعني معنى كده ان الاكسلريشن هنا بقى بالنيجاتيف. ليه؟ عشان انا ماشي في الاتجاه الزحمه. ايه ده؟ يعني في فرق ما بين الاتجاه ده والاتجاه ده؟ في فرق. اشمعنى؟ قال لي عشان هنا الطريق فاضي فبوزيتيف اكسلريشن، انا سرعت نفسي. لكن هنا في الاتجاه ده، بص انا بقول ايه، الاتجاه ده الطريق بطيء قوي فانا سرعتي قلت فبقيت نيجاتيف اكسلريشن. يعني معنى كده ان الاكسلريشن بتتاثر بالاتجاه، بتتاثر بالاتجاه. تمام؟ يبقى ليه الاكسلريشن بسميها فيكتور؟ كوحراوي، ليه الاكسلريشن بسميها فيكتور؟ قال لي بسميها فيكتور علشان لازم يكون ليها اتجاه، كل اتجاه وليه اكسلريشن خاصه بيه على حسب الطريق بتاعي وعلى حسب سرعتي. تمام؟ يبقى الاكسلريشن بقول عليها فيكتور. ليه؟ هقول because it has magnitude and direction. حلو، فهمت الاكسلريشن. طب الفورس، ليه القوه ليها اتجاه؟ طبعا القوه ليها اتجاه.
هي قوه الجاذبيه بتاعت الارض فين اتجاهها؟ ناحيه الارض داونورد، صح؟ يبقى ليها اتجاه ولا ملهاش؟ لا ليها طبعا. يبقى الفورس برضو تعتبر ايه؟ فيكتور، علشان خاطر هاز ماجنتيود اند دايركشن. ادي اهو الاجابه، اديني شرحتها لك. because they have magnitude and direction. magnitude and ايه؟ direction. اوكي تعالى، ودي examples، كل الاكزامبلز بتاعت السكيلر، وهنا كل الاكزامبلز بتاعت الفيكتور. تعالى نحفظهم مع بعض. بص، قال لي السكيلر زي الماس بيبقى بالكيلو جرام اللي هو الوزن، زي التايم الوقت بيبقى بالسكند او الاور او المينت على حسب، هو ماجنتيود اونلي. زي اللينس طولي 160 او الديستنس المسافه 5 متر، مش لازم باتجاه معين، يبقى هي الميجرنج يونت بتاعتها متر او سنتيمتر او كيلو متر، دي ماجنتيود اونلي. السبيد السرعه الميجرنج يونت بتاعتها متر بير سكند او كيلو متر بير اور. كل دول عندهم ماجنتيود اونلي. طيب تعالى عند الفيكتور، قال لي زي الفورس القوه بتاعت الجاذبيه دايما اتجاهها لتحت، يبقى ليها اتجاه، الميجرنج يونت بتاعتها نيوتن. طب الفيلوسيتي هي السبيد السرعه، هي السبيد السرعه، هي السبيد السرعه، بس هنا ماجنتيود اونلي. بس الفيلوسيتي ايه؟ تحديات نيمو التحدي الرابع، قلت لك اعمل مقارنه ما بين السبيد والفيلوسيتي. السبيد رقم بس، سرعه العربيه كذا. طب الفيلوسيتي لا، رقم واتجاه، يعني سرعة العربية 5 ناحية النورث مثلا دايركشن أو ساوث دايركشن، يبقى لازم رقم واتجاه، يبقى ماجنتيود اند دايركشن. والميجرنج يونت بتاعتها نفس السبيد، متر بير سكند و كيلو متر بير اور. طيب ديسبليسمنت، قال لي الديسبليسمنت زي الديستنس، هي المسافة اهو، هي المسافة، بس المسافة انا بحتاج رقم بس رقم بس، مسافة بس. لكن الديسبليسمنت لا، الديسبليسمنت بحتاج رقم، وبرضه هقول لك فرق تاني ما بينهم ورا، استنى واحدة رقم بلس اتجاه. تمام. والاكسلريشن عرفنا ليه بقول ان هي لازم يكون ليها اتجاه معين، شرحتها من شويه. الميجرنج يونت بتاعتها متر بير سكند سكوير او كيلو متر، خدناها المره اللي فاتت بير اور سكوير. تمام اوكي ماشي. طيب the difference between some similar physical quantity. دلوقتي هاخد الفرق ما بين بعض الفيزيكال كوانتيتي والتشابه ما بينهم. اوكي بص يا سيدي، بيقول لي there are some physical quantities that seem at first sight to be similar. لاول وهله بتحس ان هم زي مين؟ زي السبيد والفيلوسيتي وزي الديستانس والديسبليسمنت، وده اللي هنعمله في تحديات نيمو. تمام. التحدي رقم 4، الفرق ما بين الديستانس والديسبليسمنت والسبيد والفيلوسيتي. انا عرفت ان الديستانس دي سكيلر والديسبليسمنت دي فيكتور، وعرفت ان السبيد دي برضو سكيلر والفيلوسيتي دي فيكتور. اشمعنى؟ قال لي علشان الديستانس والسبيد بحتاج ليها ماجنتيود رقم اونلي، رقم بس، قيمة فيزيائية بس، رقم. لكن الديسبليسمنت والفيلوسيتي لا، ده انا بحتاج ليها ماجنتيود اند دايركشن، لازم يكون في اتجاه معين متحدد، ولازم يكون ليها رقم. يبقى ده تحديات نيمو، انت هتعمله لوحدك. اوكي بص، هنبدا بالديستانس اند ديسبليسمنت. بص يا سيدي، هشرح لك الجراف ده واحده. بص، when a car move from position A، لو انا العربيه مشيت من مكان A اهو، ركز معايا، to position B لغايه ما طلعت B، as shown in the previous figure. مرة خدت أقصر طريق من A ل B في ستريت لاين في اتجاه واحد، خدت بالك أنا قلت إيه؟ اتجاه واحد
فده سميته ديسبليسمنت. يعني ديسبليسمنت دي افتكرها بالسواق الشاطر، عارف اقصر طريق للمكان دوت، عارف اقصر طريق باتجاه واحد مش هيتوه في النص، سواق شاطر فهو عرف ياخده دايركت، دي بسميها ديسبليسمنت. يبقى اكتبها كده في التحدي، صدقني وانت بتعمل التحدي لا شوف اللي انا بقوله ده انت كاتبه ولا لا. بص يعني الديسبليسمنت ده السواق الشاطر. يعني ايه السواق الشاطر؟ السواق الشاطر اللي عرف الطريق، بص بكتبها لك بالعربي اعمل ايه تاني، اللي عرف الطريق المختصر وليه اتجاه واحد ليه اتجاه واحد. يعني معنى كده ان الديسبليسمنت دي فيكتور. حلو، تعالى بقى عند السواق الخيبان، فضل يمشي طلع كده لف يوترن ايه راح نزل، طب لف الصينيه طلع تاني مشي كده تاني، بصوا فضل ماشي ازاي، هوبا تحت فوق وفوق وتحت، لف يوترن وارجع تاني، لا انا تهت هكمل ازاي؟ هو دوت الديستنس، المسافه. يبقى الديستنس هفتكرها بايه؟ السواق الخيبان. السواق الخيبان. يعني ايه السواق الخيبان؟ مش عارف الطريق. يعني ايه مش عارف الطريق؟ فضل يلف ويروح ويجي، هو وصلني بس فضل هوبا يمين هوبا شمال لف يترن امشي بسرعه، لا ارجع تاني انت تهت. يبقى انا ماليش اتجاه معين، والمسافه هي دي المسافه الاكتوال اللي هو مشيها، مش المسافه المختصره. تمام؟ يبقى ده الفرق ما بين الديسبليسمنت والديستانس، وضحتها لك اهو بالعاميه. تعالى بقى نعرف ايه الفرق. بص كده اقرا معايا، بيقول لي the length of curved line. الكيرف دوت ماله؟ سميناه distance covered by the car. قال لي straight line start from point A and end at point B in the direction، خدت بالك؟ في اتجاه A B gives the displacement. يعني معنى كده ان الديستنس هي الاكتشوال لينس، هي المسافه اللي مشيها الحقيقيه بتاعت السواق، هوبا يمين هوبا شمال يوترن ارجع تاني، لا انت تهت وهكذا. يبقى ماليش اتجاه معين، ده الديستنس. لكن الديسبليسمنت السواق الايه؟ الشاطر اللي عرف الطريق المختصر بتاعه، هوب ماشي من A ل B في اقصر طريق في اتجاه واحد، فده بسميه displacement. وده بيكون شورتست، بيكون اقصر لان هو عارف الطريق. تمام؟ اوكي، وضحتها لك يا صديقي. يلا بينا، بص تعال نكمل. example: a person want to make a trip by his car. دلوقتي انا عايزه في شخص معين عايز يعمل رحله بالعربيه دي from كايرو to طنطا، من القاهره كايرو to طنطا. تمام. The distance of the trip depend on the path that the car takes. It may take place in two ways as shown in figure. أنا ممكن الطريق اللي أنا أخده من القاهرة لطنطا أخده عن طريق two ways، طريقين على حسب. طيب تعالى نشوف قصده إيه. قال لي ممكن أخده، بص ممكن أخده من القاهرة لبنها لطنطا، فدي بتبقى ايه؟ ديستانس كفرد 45 متر مثلا بلس 60 متر. هو بيديك اكزامبلز، انا مشيت مسافه قد ايه؟ من القاهره لبنها كانت 45 متر، من بنها لطنطا كانت 60 متر، فطلع في الاخر الديستانس كام؟ 105. اوكي. او من القاهره للزقازيق لطنطا على حسب الطريق، طب من القاهره للزقازيق 80 متر، طب من الزقازيق لطنطا 85 متر، يعني انا طلعت في 165 كيلو متر. حلو، انت عايزه تقولي ايه؟ هقول لك حالا واحده واحده. You noted that the difference in the distance between Cairo and Tanta although the two cities remain constant. يعني انا في فرق في المسافه ما بين كايرو وطنطا، تمام، والمنطقتين دول ثابتين، كايرو وطنطا. تمام؟ اوكي. This difference in distance depend on، بس المسافه ما بينهم او الديسبليسمنت ما بينهم بتعتمد على ايه؟ يا اما shortest line، انا مشيت طريق مختصر that start from كايرو and end at طنطا، يعني انا مشيت طريق مختصر من كايرو لطنطا على طول،
والطريق المختصر ده هو قصده بيها السواق الشاطر اللي هو displacement. اوكي، او انا اوف ذا تام ماشي، ودوت بيقول لي ان المسافه ثابته اهي. الديسبليسمنت كانت كام من القاهره؟ اهو بص الرسمه، من القاهره لطنطا على طول مسافه ايه؟ دايركت، كانت قد ايه؟ 93 متر. وفي سواق خيبان مشي من القاهره راح لبنها، هو مش خيبان بس يعني خد ركاب معاه يوصلهم بنها في طريقه، فغير طريقه فوصل لبنها في 45 كيلو متر، بعد كده رجع راح لطنطا 60 متر، يعني مشي في اتجاهين مختلفين، ما كانش اتجاه واحد وكانت مسافه اكبر، فدي ديستنس. وفي سواق تاني كان عنده ركاب راكبين رايحين الزقازيق، فراح من القاهره للزقازيق ومن الزقازيق راح لطنطا، فمشي برضه في اتجاهين مختلفين مش اتجاه ثابت. فيعتبر ان الاتنين سواقين دول ديستنس. ليه ديستنس؟ لان خد اكتر من اتجاه، مفيش اتجاه معين، خد اكتر من اتجاه مفيش اتجاه معين. لكن اللي راح دوت طريق بسيط وقصير من القاهره لطنطا في خط مستقيم واحد، هو ده الديسبليسمنت، هو ده الديسبليسمنت. اوكي تعالى ناخد اكزامبل كده ونشوف هنحله ازاي مع بعض. بيقول لي when a body move in a straight line from A to B، لو انا عندي الجسم اتحرك في straight line من المسافة A مشي للمسافة B covering 15 متر، ويعني هو عمل مسافة 50 متر، then it return back، بعد كده رجع. خلي بالك في كلمة return back تتغير لك المسألة خالص. هات كده هايلايتر واعمل لي كلمة ريتيرن باك حواليها مليون ألف خط وهفهمك ليه دلوقتي. اوكي، ما انا كده كده قلت لك هقول لك كل التركات. بيقول لي الديستنس، المسافة اللي مشيت من A ل B، المسافة اللي مشيت من A ل B بعد كده رجعت تاني، يعني انا مشيت مسافة 50 متر رجعتها تاني 50 متر يعني 100. ماشي اوكي. طب الديسبليسمنت، واحد هيجي يقول لي فيها ميس الديسبليسمنت رحت وجيت 100، غلط. اشمعنى؟ هو انا رحت المسافه من ايه لبي ورجعت لايه، يعني نقطه البدايه مين؟ ايه دي نقطه البدايه. طب نقطه النهايه برضو ايه، لان انا رجعت، يعني من ايه لايه، يعني من ايه لايه اقصر طريق. انا مالي رايح جاي، مش انا قلت الديسبليسمنت هي شورتست لينس، اقصر طريق، يعني من ايه لايه، لان انا رحت ورجعت، يبقى الديسبليسمنت بايه؟ زيرو. اهي التركه بتاعتي، الديسبليسمنت في الحاله دي اهو بزيرو. ليه يا صديقي؟ علشان الجسم رجع تاني لنفس نقطه البدايه. فهمتها؟ يبقى اول ما الاقي كلمه ريتيرن باك لازم تركز، اول ما الاقي كلمه ريتيرن باك لازم تركز. دي اول تركه عندي. مش عايزه اتقل عليك في تحدياتني واقول لك في التحدي الرابع اعمل لي بعض التركات، لا خلينا كده واحده واحده ونبقى ايه ما اتقل عليكم بعدين. اوكي اهو الديستنس. ماشي شكرا. تعالى ناخد مساله تانية، ما اللي فاتت دي هي اللي احنا شرحناها اهو. الديستنس 50 متر من A ل B، يبقى 50 متر مشيت من A ل B ورجعت تاني من B ل E، تبقى 50 بلس 50. لكن الديسبليسمنت من A، اهو فين المسألة دي يا ولاد؟ دي مسألة تانية، تعالى نحلها. اوعى تكروتينا يا ميس، دي مسألة تانية ولا ايه يا ولاد؟ لا هي ماشي. عرفنا الديستنس والديسبليسمنت زيرو. اوكي، the distance هي equal displacement when the body اوكي. بيقول لي ان الديستنس هتبقى equal displacement، يعني المسافه هتبقى equal هي displacement لو جسم اتحرك من A ل B ووقف ما رجعش. فالديستنس 50 والديسبليسمنت 50، بس الفرق ان انا لازم في الديسبليسمنت اعمل ايه؟ اكتب انا مشيت ناحيه انهي دايركشن، انهي اتجاه. وبص الاتجاهات احفظها كده، نورث ايست ويست ساوث. انا مشيت كده يبقى ده اتجاه ايه؟ ايست دايركشن. لازم في الديسبليسمنت اكتب الاتجاه. اوكي
بص على المسألة كده يا صديقي وفكر فيها واحدة واحدة، ما فيهاش حاجة خالص. when a car move from starting point A، هفهمها لك واحدة واحدة. أنا مشيت من نقطة البداية A، أوكي، to the point B، ومشيت للنقطة B، مشيت كده فوق أهو، تمام. then to the end point C، ونقطة النهاية بتاعتي C، يبقى نقطة البداية A، نقطة النهاية C، اوكي. therefore the distance، هو عايز الديستنس والديسبليسمنت، ايه الفرق؟ برافو عليك، الديستنس هي المسافة الحقيقية بتاعت السواق الخيبان اللي مش شاطر، اللي فضل يمشي مرة يمين ومرة شمال، مرة فوق ومرة تحت، يبقى هي المسافة الحقيقية between two point، اهو من A لB ومن B لC، يعني 40 بلس 30، تمام، يعني 70. حلو. طب الديسبليسمنت، قال لي لا الديسبليسمنت ده السواق الشاطر هوب من الستارت للاند على طول، جري من الستارت للاند على طول اهو، من الستارت للاند، من الستارت على طول للاند، يعني انا عايزه اجيب دي، هي دي الديسبليسمنت، يبقى الديسبليسمنت دي كام؟ 50 اهو. يبقى distance covered the car from point A to reach point C equal A AB plus BC اهو، AB plus BC يعني 30 بلس 40، فطلعت لي 70 متر، اوكي. لكن الديسبليسمنت ده اقصر طريق من A ل C على طول، اقصر طريق، تمام، ولازم يكون في اتجاه معين. طب الاتجاه ايه؟ من LC على طول، اتجاه واحد من LC على طول اهو، تمام، وده بيكون ناحيه النورث دايركشن اهو، ما انا قلت لك نيوز اهو، نيوز، يبقى انا مشيت لفوق اهو، لفوق، يبقى ده النورث دايركشن، وايكوال كام؟ 50. فهمتها؟ متهيألي بسيطه، اوكي. زيتونتنا الحلوه يا بطاطا، ودي التحديات بتاعتنا، تحديات نيمو التحدي الرابع. انا قلت لك اول حاجه هنعملها الفرق ما بين الديستنس والديسبليسمنت. الفرق ما بين الديستنس والديسبليسمنت ايه؟ ان الديستنس هي الاكتوال لينث بتوين تو بوينت اند هاز نو دايركشن، هي المسافه الحقيقيه اللي مشيها السواق الخيبان، طلع فوق وتحت ويمين وشمال، فبالتالي ملهاش اتجاه معين. طيب تعالى عند displacement، لا ده السواق الشاطر اللي مشي الطريق المختصر من نقطة البداية لنقطة النهاية على طول في اتجاه واحد، يبقى هي shortest length، هي أقصر مسافة between two point، ما بين نقطتين، and has a special أو ليها specific direction، اتجاه محدد. يبقى زيتونتنا الحلوه، بص يا بطاطا معايا، ايه الفرق ما بين الديستنس والديسبليسمنت؟ سهله قوي قوي قوي. بيقول لي ان الديستنس ايه هي؟ it is the actual length of the path that moving object cover from starting point to end point، يعني هي الاكتوال لينث ما بين الستارت والاند، اوكي. وممكن نزود عليها حاجه كمان ونقول ان هي has no direction، ملهاش اتجاه. طيب لكن بقى الديسبليسمنت، قال لي الديسبليسمنت اقصر طريق، هو الشورتست distance between the primary position to the end او final position، هي المسافة اللي بيمشيها الجسم من نقطة البداية لنقطة النهاية، ولازم ليها certain direction، اتجاه معين، ولازم اعرف اتجاهاتي، لازم اعرف اتجاهاتي اهي، نيوز او ونيس اهي، ونيس، تعالى كده اهي، بص، ونيس، تصدق حلو برضو، او نيوز، زي ما عايز تحفظها احفظها، انا بحاول اسهلها لك، اوكي ماشي، حلوة قوي. يبقى عرفنا الفرق ما بين الديستنس والديسبليسمنت. What's meant by the distance covered by object equal 30 كيلومتر، يعني ايه المسافة اللي مشاها جسم؟ 30 كيلومتر. يعني الاكتوال، هقول تعريف الديستنس ما فيهاش حاجة، يعني الاكتوال length between the start point and the end point equal 30 كيلومتر without any direction او without a specific direction، مش اتجاه واحد، لا ده مشي في اتجاهات كتير، او اهي الاجابة.
This means that the actual length of the path that a moving object covered from starting point to the end point equals 30 كيلومتر. تمام. اللي بعده. The displacement of an object equal 200 كيلومتر in west direction. يعني ايه displacement؟ أقصر طريق من نقطة البداية لنقطة النهاية في اتجاه معين. حلو. يبقى it is the shortest length between the start point and the end point equal 200 كيلومتر toward ايه؟ ناحية اتجاه مين؟ west direction. west ايه؟ direction. اهي الإجابة. This means that the distance covered in the west direction from primary position. عايز نسيتها اكتبها start point هي نقطة البداية towards final position هي اللي هي end point equal كام؟ 200 كيلو متر. ماشي يا صديقي. give reason. ليه الديستنس is scalar؟ برافو. ليه قلت على الديستنس سكيلر؟ اشمعنى؟ ها سامعاك. برافو عليك. because it is a physical quantity that has magnitude only. يعني رقم بس ملهاش اتجاه محدد. اهي الإجابة. بص because it is identified by magnitude only أو it is a physical quantity that has magnitude only. طيب تعالى اللي بعده. give reason. ليه displacement vector؟ ليه displacement vector؟ هقول علشان هي physical quantity that has magnitude and direction. يعني ليها رقم وليها اتجاه. دي الإجابة. because it is identified by magnitude and direction. اوكي ماشي. amount of displacement. القيمة بتاعت displacement. يعني ايه displacement؟ اهو it is the shortest straight line between two position. ما بين نقطتين اللي هما البرايمري الستارت and final والنهاية. خلي بالك يا صديقي. The two equal displacement must have the same magnitude and the same direction. لو أنا عندي اتنين displacement equal لبعض بيبقى ليهم نفس الماجنتيود ونفس الدايركشن. ماشي. The direction is determined from start point of the movement toward the final position. دي معلومات عبيطة. يعني ايه direction؟ الاتجاه من نقطة البداية لنقطة النهاية. يا سلام ما احنا عارفين. يعني ايه اتجاه واحنا مش عارفين يعني ايه اتجاه؟ لا يا صديقي مش للدرجات. When each of the following happen. ايه اللي هيحصل لو the displacement happened equal the distance covered؟ يعني لو الديسبليسمنت امتى الديسبليسمنت اللي هي اقصر طريق في اتجاه معين. بص بكتبها لك بكل لغات العالم. في اتجاه معين equal الديستنس اللي هي المسافة الحقيقية اللي مشيها. امتى يحصل ده؟ قال لي when the object move in straight line. بس لو الجسم اتحرك في straight line من ايه لبي، اتحرك في straight line ووقف هنا، يبقى ساعتها الديستنس المسافة هي الديسبليسمنت، لان هو اتحرك ايه في طريق مستقيم مفيش فرق. تمام اهو المسافة في ستريت لاين الديستنس هي الديسبليسمنت. يبقى امتى الديستنس ايكوال ديسبليسمنت؟ في حالة واحدة، لو انا اتحركت في ستريت لاين من نقطة بداية لنقطة نهاية ووقفت، فالديستنس هي المسافة ما بين الاثنين من غير كيرف من غير يوتيرن من غير حاجة، ستريت لاين. والديسبليسمنت اقصر طريق برضو اللي هو ستريت لاين. يبقى امتى الديستنس ايكوال الديسبليسمنت؟ لما بتكون انا بمشي مسافة ستريت لاين بتوين تو بوزيشن. اوكي نكمل. قال لي the amount of displacement happen is less than the distance. امتى الديسبليسمنت اقصر من الديستانس؟ قال لي when the object move in curve line. لو الجسم اتحرك في curve line، بص كده، لو انا اتحركت من A ل B الديستانس هتبقى كل دي، طب الديسبليسمنت هتبقى المسافة دي بس. فالديسبليسمنت في الحالة دي اقصر. ليه؟ عشان انا مشيت في خط مستقيم مرة واحدة دايركت، لكن دي هتبقى اكبر، دي الديستنس المسافة. يبقى امتى الديسبليسمنت بتكون اصغر من
ديستانس لما بتحرك في كيرف لاين. لما بتحرك في ايه؟ كيرف لاين. اهو مثلتها لك من A ل B، ده الطريق القصير اللي هو ايه؟ ديسبليسمنت. لكن انا لو مشيته بكيرف ده الديستانس هيبقى اكبر. يبقى امتى الديسبليسمنت اصغر من الديستانس؟ لما بتحرك في ايه؟ كيرف لاين. اوكي. The displacement of two different objects are equal. لو الديسبليسمنت بتاع جسمين two different objects، جسمين مختلفين بيساووا بعض when they have the same magnitude and moving in the same direction. امتى الجسمين دول اقول مثلا جسم كار A مثلا وكار B؟ امتى اقول ان الجسمين دول نفس الديسبليسمنت؟ لما بيتحركوا نفس المسافه ونفس الاتجاه. طبيعي displacement هتبقى ايكوال لبعض. يبقى when the two objects move A have the same magnitude، نفس الرقم. انا اتحركت هنا 5 متر واتحركت هنا 5 متر and the same direction، ونفس الاتجاه. يعني رحت من هنا لهنا ووقفت هنا، وبرضه رحت من هنا لهنا ووقفت هنا. ففي الحاله دي الجسمين الديسبليسمنت قد بعض، الجسمين الديسبليسمنت قد بعض. تمام. كل دي افكار وتركات بتيجي في الامتحانات. حلوه الحته دي، افكار وتركات بتيجي في الامتحانات. when each of the following happen، امتى هيحصل الديسبليسمنت اوف موفينج اوبجكت ايكوال زيرو؟ قلتها لك من شويه. امتى الديسبليسمنت ايكوال زيرو؟ لما بروح وبرجع. فنقطه بدايتي هي نقطه نهايتي، يعني الستارت بوينت هي الاند بوينت. لما قلت لك ان انا مشيت من A ل B مسافه مثلا 50 متر، حلو، دي الديستانس. بس انا رجعت تاني، يعني نقطة البداية هي نقطة النهاية، يعني الديسبليسمنت ايكوال 0. يبقى امتى الديسبليسمنت ايكوال 0؟ اهو when the object return to its primary position، لما انا رجعت المكان الاولاني تاني where the final position of the movement is the same of its primary position. يعني نقطة بدايتي هي نقطة نهايتي. اوكي، كل ده احنا قلناه بس بنطبقه على هيئة ايه؟ اسئلة. اوكي، بص يا سيدي يا صديقي، هي دي التركات. يبقى ده تحديات نيمو، التحدي الرابع. انت زهقت من الحته دي بس معلش، كشكول التحديات دوت هيكون لي هديه كبيره في اخر الترم. اوكي، وتبعتوهولي واغشه منكم بقى واروح ايه شرحها للعيال. بص يا سيدي، التحدي الرابع قلنا ان احنا هنعمل الفرق ما بين ديستانس و displacement، سبيد و velocity، سكيلر و فيكتور. دلوقتي هاخد الافكار ازاي بتجيلي في الامتحان. ازاي بتجيلي في الامتحان فكره الديسبليسمنت والديستانس. بص يا صديقي معايا، كل ده ماث هنشرحه مع بعض. انا عارفه ان انا ما بحبش الماث وانت كمان بتحبه، مش عارفه، المهم ان احنا ما بنحبش الماث، فهنشرحه كده ايه واحده واحده ونحاول نسهله مع بعض. بيقول ايه؟ if a body moves، لو الجسم اتحرك in straight line. هاخد دلوقتي كل الافكار، ركز معايا. لو انا دلوقتي اتحركت in straight line اهو in one direction، في اتجاه واحد من A ل B، اهو اتحركت من A ل B في اتجاه واحد، يبقى المسافة الديستانس هتبقى ايه؟ من A ل B. طب الديسبليسمنت من A ل B برضو، بس ايه؟ in east direction، ناحية الايست دايركشن، الاتجاه الايست. ادي اهي الاتجاهات عشان ما تنساهاش، نيوز او ونيس اهو كده اهو، يبقى ناحيه الايست دايركشن. ماشي، دي اول فكره. تاني فكره when two opposite direction، لو الجسم اتحرك في اتجاهين مختلفين، يعني من A ل B اهو، من A ل B مشي كده، then from B to C، بعد كده مشي من B ل C، نص المسافه، واخد بالك اهو، نص المسافه، يعني راح من ال بي بعد كده رجع الحته دي. حلو، يعني نقطه البدايه ايه؟ برافو، A، ونقطه النهايه C. نقطه البدايه A ونقطه النهايه C. طب ايه هي الديستانس؟ قال لي الديستانس هي المسافه الاكتوال لينث، المسافه اللي مشيها حقيقي. يعني هو مشي من ال بي بعد كده رجع من B ل C، يبقى الديستانس AB بلس BC.
اي بي بلس بي سي، الحته الثانيه اللي رجع فيها. طيب طب الديسبيسمنت، قال لي لا، الديسبيسمنت هي، برافو عليك، الشورتست لينس، المسافه القصيره ما بين الاند والستارت. طب فين المسافه القصيره هنا ما بين الاند والستارت؟ اهو نقطه البدايه ايه؟ نقطه البدايه سي اللي هي دي. يبقى الديسبيسمنت هي من ال سي بس، من ال سي بس، من ال سي بس اهو. يبقى اي سي، اي سي تمام، بتكون ناحيه مين؟ الايست دايركشن. اوكي. في الحاله اللي بعدها كل ده هنحله بمسائل، اوعى تخاف، بس انا جمعت لك كل المسائل بتركتها في جدول واحد. اوكي. into perpendicular direction، يعني في اتجاهين عموديين على بعض. يعني انا مشيت مسافه من A ل B اهو، ومن B ل C، بصوا اتجاهين عموديين على بعض زي تراينجل. اوكي تمام. مشيت من A ل B ومن B ل C. اللينس هتبقى ايه؟ برافو عليك، اللينس هتبقى، بص قصدي الديستنس هي الاكتشوال لينس، المسافه الحقيقيه اللي مشيها من ال بي بلس بي سي اهو، اي بي بلس بي سي. حلو. طب الديسبيسمنت، لا، الديسبيسمنت ده اقصر طريق من نقطه البدايه هوبا هوبا لنقطه النهايه، اقصر طريق اللي هو ده، اللي هو ده، اللي هو ده، من A ل C. حلو. في الماث في قانون بيقول لك ان انا الضلع ده بجيبه ازاي في الماث؟ قال لي بجيبه اي بي سكوير، اي بي سكوير بلس بي سي سكوير، وبجيب الروت بتاعهم اللي هو الروت بتاعهم اهو. يبقى اي بي سكوير بلس بي سي سكوير، وناحيه ايه؟ انا مشيت كده ناحيه مين اهو؟ نيوز، ناحيه تحت، يبقى ساوث دايركشن. تاني عشان ما فهمتش يا ميس بالراحه، يلا بينا. بيقول لك انا مشيت مسافه من A ل B، بعد كده رجعت من B ل C، يبقى الديستانس ايه؟ قال لي الديستانس هي المسافه ما بين AB بلس BC. حلو. طب الديسبيسمنت، اقصر طريق من A ل C على طول، اقصر طريق، اقصر طريق اهو، يعني انا ماشيه لتحت اهو، تحت ده يعني ساوث دايركشن. طب اقصر طريق ده الضلع ده، طب دي تراينجل، دي تراينجل، التراينجل، القانون بتاع التراينجل لما يجيب لي الضلع دوت بسميه بجيبه ازاي؟ قال لي بجيبه عن طريق اهو، ده سكوير اي بي سكوير بلس ده سكوير بي سي سكوير، الروت بتاعهم، ونعملها عن طريق الكالكوليتر. انا بلخص لك التركات وكل ده هاخده تاني، احنا بنحب الماس، بكدب عليكم ماشي، لازم نقول احنا بنحب الماس لان الدرس كله ماس. بيقول لي ايه؟ لو الجسم اتحرك in 3 position direction in 3 opposite direction، في 3 اتجاهات مختلفين. تعال نشرحها واحده واحده. بص، مشي من A ل B، ومن B ل C، ومن C لدي، نقطة البداية A، نقطة النهاية دي. الديستنس سهلة، الديستنس هي المسافة الاكتشوال لينس ما بين A ودي، المسافة كلها اللي مشيها، اللي هي عبارة عن AB بلس BC بلس CD. حلو. طب أنا عايزة الديسبيسمنت أقصر طريق، يعني إيه أقصر طريق؟ يعني أقصر طريق ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية اللي هو من A لدي، يبقى أنا هجيب ده بس اللي هو ايكوال مين؟ ايكوال ده، يعني انا الديسبيسمنت اي دي اللي هي ايكوال البي سي، وناحيه ايه؟ الاتجاه اللي تحت اهو، افتكر نيوز، افتكر اهو، سوري تمام، اللي تحت ده مين؟ ساوث وورد اهو، هتبقى اي دي ناحيه الساوث دايركشن. اوكي، كل دي تريكات وبرده جمعتها لكم وهنحلها في مسائل تاني. بيقول لي in more than one direction، اكتر من اتجاه، then return back. اوبا، وقف كده يا باشا، return back بس، خلاص مش محتاجه، خلاص انا حفظت كلمه return back، يبقى الديسبيسمنت زيرو، وشرحناها من شويه. return back الديسبيسمنت بزيرو، ما فهمتهاش احفظها. return back displacement زيرو، return back displacement زيرو، خلاص اهو زيرو من غير اي افتكاسات. حلو. طيب بص كده معايا، طالما كلمه ريتيرن باك يبقى بزيرو. طب في حاله ان انا اتحركت، بص على الحته دي،
من A ل B and return back. فالديستنس هتبقى ايه؟ AB plus BC. AB plus BC او AB ورجع تاني BA. ماشي، يعني المسافة مضاعفة. اوكي تمام. طب لو انا اتحركت في تراينجل من A ل B من B ل C هتبقى الإجابة ايه؟ بعد كده رجعت ريتيرن باك، رجعت من C ل A، يبقى الديستنس ايه؟ AB بلس BC بلس CA. حلو، ما فيهاش حاجة. طب لو انا اتحركت من A ل B BC CD رجعت تاني ل A، يبقى هاخد كل المسافات دي الديستنس، هيبقى الإجابة الديستنس AB بلس BC بلس CD بلس DA. ايه ده؟ طب الديسبليسمنت ريتيرن باك، ديسبليسمنت زيرو، ريتيرن باك، ديسبليسمنت زيرو، ريتيرن باك، ديسبليسمنت زيرو. اوكي يا صديقي، تعال ندخل على اللي بعده. اكزامبل، تعال ناخد مسألة مع بعض واحدة واحدة. بيقول لي ايه في المسألة؟ بيقول لي if a body moved from point A to point C. اهي الرسمة، الجسم اتحرك من النقطة، خلينا بلون غامق، من النقطة A للنقطة C اهي، C اهي، passing as shown in the figure، مر بالاشكال اللي قصادي ده، يعني اتحرك من A ل B ودي equal 20، ومن B ل C ودي equal 15، ودي نقطة البداية A ودي نقطة النهاية C. تعال نجيب الديستنس، وعرفنا ان الديستنس ايه هي؟ المسافة الحقيقية اللي مشيها، الاكتوال لينس، يعني هتبقى AB بلس BC. هتبقى AB بلس BC، يعني ايكوال كام؟ 20 بلس 15، يعني ايكوال 53 متر. حلو. طب الديسبليسمنت يا صديقي، قال لي الديسبليسمنت هي اقصر طريق من A ل C، هي اقصر طريق من A ل C اللي هو ده، جايبولي بكام؟ 25. يبقى الديسبليسمنت AC اقصر طريق اللي هو ايكوال كام؟ 25 متر. فهمت الإجابة يا صديقي؟ اوكي، ندخل على المسألة اللي بعدها. تعالى ناخد مثال تاني ونحل مع بعض. بص يا سيدي، بيقول لك if a body move from A to C، اتحرك من A ل C passing ما هي دي اللي حليناها ولا دي حاجة تاني؟ دي اللي حليناها. ماشي، تعالى ناخد اكزامبل تاني، يلا بينا يا صديقي. بص يا سيدي، a rubber ball، عندي كورة رابر fell down from a height equal 2 متر، وقعت لتحت على مسافة ارتفاع 2 متر from the ground، من الأرض. حلو، ادي اهي 2 متر من الأرض. ماشي، ونزلت لتحت. اوكي، and returned upward، ورجعت طلعت فوق تاني متر، يعني هي نزلت من هنا لهنا 2 متر، بعد كده رجعت تاني طلعت متر. حلو الكلام. then fell down again، بعد كده رجعت تاني نزلت متر تاني. اوكي، calculate the distance and displacement. حلو قوي السؤال ده، رائع. بص، قول لي distance والديسبليسمنت، هي اتحركت من فوق صح لتحت 2 متر، بعد كده طلعت متر، ادي كده 3، بعد كده نزلت متر تاني، ادي كده 4، يبقى دي الديستنس اهو. يبقى الديستنس ايكوال 2 نزلتهم، بعد كده طلعت متر، بعد كده نزلت متر، يبقى الديستنس 4 متر. طب الديسبليسمنت، هي نقطة البداية هنا ونقطة النهاية نزلت رجعت تحت خالص اهو، نقطة البداية هنا، نقطة النهاية هنا، يبقى shortest length between نقطة البداية الستارت بوينت and الاند بوينت نقطة النهاية اللي هي في الأرض equal كام؟ 2 متر اهو. ولازم اقول الاتجاه كان فين؟ downward لتحت. في حاجة صعبة؟ متهيألي سهل. اوكي، تعالى ناخد مثال تاني. انا بطبق الجدول اللي احنا خدناه على هيئة problem، مسائل. A car start motion from A، من النقطة A أنا مشيت للنقطة and cover فين from point A and cover 30 متر
northward to B، يعني ناحية النورث اللي فوق اهي النقطة B، اتحرك مسافة 30 متر في 30 ثانية. اوكي. then 60 متر east ناحية الايست، ناحية النقطة C، اتحرك مسافة كده اهو اتحرك مسافة 60 متر في 20 ثانية. and then 30 متر southward to point D، بعد كده نزل لتحت ناحية الساوث مسافة 30 متر في 10 ثواني. find، يعني نقطة البداية الأول قبل ما أشوف هو عايز إيه. نقطة البداية إيه؟ ونقطة النهاية B. حلو. نقطة النهاية ايه ونقطة نقطة البداية ايه ونقطة النهاية بي. احسب لي التوتال ديستانس، المسافة كلها اللي مشيها. المسافة كلها اللي مشيها هتبقى ايه؟ هتبقى AB بلس BC بلس CD، يعني 30 بلس اهو 30 هو جايبها في الرسمة بلس 60 بلس 30 تاني. حلو. طب التوتال تايم، الوقت كله اللي خده اثناء الديستنس دي اهو 30 ثانيه بلس 20 ثانيه بلس 10 ثواني، ده التايم. طب الديسبليسمنت، قال لي الديسبليسمنت هو اقصر طريق من ايه؟ نقطه البدايه لنقطه النهايه، هيبقى دي من نقطه البدايه لنقطه النهايه، يبقى المسافه دي بس. المسافه دي هي ايكوال المسافه دي، يعني كام؟ 60 متر. يبقى الديسبليسمنت 60 متر ناحية ايه؟ نيوز. ناحية ايه كده؟ ايست دايركشن. ايست ايه؟ دايركشن. تعالى نشوف الإجابة يا صديقي اهو. الإجابة هتكون اهو التوتال ديستانس 30 اللي هي دي بلس 60 اللي هي دي بلس 30 اللي هي دي، طلعتني 120. طب التوتال تايم 30 بلس 20 بلس 10 يبقى طلعت لي 60 سكند. طيب الديسبليسمنت اقصر طريق من ايه لدي، المسافه دي اللي هي ايكوال مين؟ دي، يعني قد ايه؟ اهي 60 متر. ناحيه من ايه لدي الاتجاه بتاعها، او قولها ناحيه الايست. اوكي تمام. حلو. احنا خدنا التريكات بتاعت ستريت لاين اللي هو التريانجل او الريكتانجل او على حسب المسائل اللي احنا خدناها، وخدنا فكره ريتيرن باك ان رجعت تاني يبقى الديسبليسمنت بزيرو. تعالى ناخد بعض التريكات بتاعت السيركل الدايره، برضو ملخصها لكم كلها في جدول ونبتدي نحل عليها. اوكي بص يا سيدي يا صديقي يا حبيبي، يلا بينا. قال لي if a body move in a complete circle، الجسم اتحرك في دايره كامله. بص يا حبيبي اتحرك في دايره كامله. بص اتحرك من ايه لبي، من بي لسي، من سي لدي، هوبا من دي لايه. خدت بالك؟ يعني هو حصل له، برافو عليك، ريتيرن باك، رجع لنقطه الاصل، يعني نقطه البدايه هي نقطه النهايه بدون تفكير. لو ريتيرن باك يبقى الديسبيسمنت زيرو، لو ريتيرن باك تبقى 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 الديسبيسمنت زيرو. اهي زيرو. شكرا يا صديقي. طيب حلو. طب الديستنس، يا نهار ابيض ايه ده؟ في ايه ده؟ هو اتحرك دايره كامله. بص اتحرك دايره كامله، دايره كامله. طب انا اعرف اجيب الديستنس ازاي؟ ما هي الديستنس هي المسافه كلها من ايه لغايه ما ارجع تاني لايه، يعني مش دايره، يعني المسافه هي الدايره. حلو سهله ما فيهاش حاجه. ماث. بص هي السيركمفرنس بتاع الدايره، محيط الدايره. ايه ده؟ هو محيط الدايره ايه؟ اسال مدرس الماث بتاعك. لا يا باشا معايا مش هتحتاج مدرس ماث، انا ملخصها لك برضو في جدول. بيقول لك ان السيركمفرنس بتاع الدايره عباره عن 2 باي ار. الار دي اللي هي الراديوس 2 باي ار. حلو. هتلاقي على الكالكوليتر الباي، او ممكن انت تعوض الباي دي ب 22 على ايه 7، 22 اوفر 7. اوكي. والراديوس والار دي الراديوس. تمام. يبقى تاني عشان ما فهمتش. قال لي انا اتحركت مسافه من ايه
لبي، من بي لسي، من سي لدي، من دي رجعت تاني لايه، هوبا نقطة البداية هي نقطة النهاية، يعني انا عملت ريتيرن باك. نقطة البداية هي نقطة النهاية، يعني أنا عملت ريتيرن باك. مرة كمان يلا. نقطة البداية هي نقطة النهاية، يعني أنا عملت ريتيرن باك. لا مش سامعة. نقطة البداية هي نقطة النهاية، يعني أنا عملت ريتيرن باك. ريتيرن باك ديسبيسمنت ايكوال زيرو. 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 في حاجة صعبة؟ لا. حلو. يبقى الديسبيسمنت بزيرو. حلو. طب الديستانس، يا نهار ابيض، انا اتحركت دايره كامله. يبقى انا اجيب الديستانس ازاي؟ محيط الدايره كله اهو، السيركمفرنس بتاع السيركل اللي هو 2 باي ار. شكرا. في حاجه صعبه؟ لا سهل. اوكي. طيب في الاكزامبل التاني بيقول لي انا اتحركت من ايه لبي. ايه يا عم؟ من بي لسي، من سي لدي ووقفت. يعني انا اتحركت قد ايه؟ كام؟ قد ايه من الدايره؟ برافو، 3/4 الدايره. اخر ربع انا ما اتحركتوش. 3/4 الدايره، يعني نقطه، بص ركز عشان خاطري، نقطه البدايه ايه ونقطه النهايه دي. تاني، نقطه البدايه ايه، نقطه النهايه دي. حلو. الديستانس يعني ايه الديستانس؟ يعني المسافه كلها اللي مشيها. انا مشيت 3/4 دايره، يبقى انا هعمل السيركمفرنس تايم 3 ديفايدد 4 اللي هو 3/4 الدايره. حلو. يعني اعمل ايه؟ طب السيركمفرنس بكام؟ احنا قلنا 2 باي ار، يبقى انا هعمل 3 ديفايدد 4 تايم 2 باي ار اللي هو السيركمفرنس. طيب انا عايزه اجيب بقى، ركز في الحته دي يا صديقي، انا عايزه اجيب الديسبيسمنت اقصر طريق من نقطه البدايه لنقطه النهايه اللي هو ده، من ال دي، من ال دي. طب اجيبه ازاي؟ قال لي ده كده يعتبر اللي هو يعني هاف ار، نص الريديوس اللي هو من ال ام اللي هو السنتر بتاع الدايره اهو كده، بكره عامله كده. ده مثلث تراينجل بيكون بربنديكولر اهو، عمودي. فاكرين لما قلت لكم هتبقى دي ايكوال ايه؟ برافو عليك، هتبقى الديسبيسمنت دي ايكوال اي ام سكوير بلس ام دي سكوير، وهجيب الروت بتاعهم اهو، اي ام سكوير بلس دي ام سكوير، هجيب الروت بتاعهم اهو. تمام. يبقى تاني يا صديقي عشان ما فهمتش، الدايره دي فيها حوارات كتير. يبقى انا لو اتحركت 3/4 دايره، 3/4، انا ملخصه لك كل افكار الامتحانات، 3/4 دايره اتحركت من ايه لبي لسي لدي، ووقفت نقطة البداية ايه، نقطة النهاية دي. يعني انا اتحركت 3/4 دايرة، ما اتحركتش اخر ربع، وقفت عند دي. يبقى الديستانس المسافة 3 ديفايدد 4 هعمل لها تايم السيركمفرنس محيط الدايرة كله. طب ليه 3 ديفايدد 4؟ عشان انا ما اتحركتش الدايرة كلها، لا انا اتحركت 3/4 دايرة. يبقى 3 ديفايدد 4 تايم 3 ديفايدد 4 تايم ايه بقى 3 ديفايدد 4 تايم 2 باي ار، 2 باي ار. حلو. طب انا عايزه الديسبيسمنت اقصر طريق، اقصر طريق ده هيبقى من A لدي اهو، من A لدي. انا عايزه اجيب اللينس ده. فانا لو مشيت كده لغايه السنتر بتاع الدايره ومشيت كده، هلاقي ان عملت تراينجل. التراينجل ده ايه؟ بيربنديكولار، عندي انجل بيربنديكولار هي ايكوال 90. حلو. احنا خدناها ان الضلع ده هيساوي ايه؟ هيساوي اي ام سكوير بلس ام دي سكوير، وهجيب الروت بتاعهم اهو. يبقى الروت بتاع الاي ام سكوير بلس دي ام سكوير. طيب لو انا اتحركت هاف سيركل او اتحركت نص دايره من A ل B ومن B ل C ووقفت، يبقى الديستانس نص السيركمفرنس، هاف السيركمفرنس، يعني هاف تايم 2 باي ار، ده السيركمفرنس. اوكي.
طب الديسبليسمنت يعني ايه ديسبليسمنت يا ميس؟ يعني اقصر طريق من A ل C، من A ل C اقصر طريق اللي هو ده، يعني ايه 2R اللي هو نص القطر 2R. اوكي، الار ده نص القطر، ماشي 2R اللي هو ده بلس ده قطر الدايره كله. تمام. نيجي بعد كده لو انا اتحركت من A ل B بس وقفت، يبقى انا اتحركت قد ايه من الدايره؟ ربع الدايره، برافو. يبقى كوارتر السيركمفرنس، يعني كوارتر تايم 2 باي ار. حلو. طب انا عايز اجيب الديسبليسمنت اقصر طريق اللي هو من A ل B على طول، هعمل تراينجل. لو انا جبت الراديوس دوت وصلته بالسنتر والراديوس ده وصلته هو بالسنتر، هتلاقي ان في تراينجل الزاويه ايه؟ قال لي الزاويه 90، الزاويه 90 اهي. يبقى ده ايكوال ايه؟ ايكوال بي ام سكوير بلس ام اي سكوير الروت بتاعهم اهو، اي ام سكوير بلس بي ام سكوير الروت بتاعهم. طيب ميس انا اتلخبطت، اديني مسائل. تعالى اديك مسائل يا صديقي. بص، لا تعالي طايره فين؟ تعالي ارجع. بص يا حبيبي، بيقول لي in the opposite figure represent car motion on a circular path. اوكي، from point A. يعني انا دلوقتي اتحركت من النقطه A اهي، النقطه A تمام اهي، اتحركت من النقطه A اهي، اتحركت كومبليت سيركل دايره كامله، يعني هوب 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 اند ريتيرني باك. فاكر الاغنيه؟ انا نسيتها اصلا لان انا بالف الاغنيه وانا معاك. نقطه البدايه هي نقطه النهايه، يعني ريتيرن باك، يعني الديسبليسمنت بكام؟ بزيرو. اوكي، يبقى انا اتحركت دايره كامله. يبقى في الحاله دي الديستنس في حاله الكومبليت سيركل الديستنس ايكوال ايه؟ قال لي الديستنس هي السيركمفرنس بتاع الدايره كلها اللي هو 2 باي ار. طب تمام، هو عايز الديستنس. طب الديسبليسمنت، فاكر انا قلت ايه من شويه؟ الديسبليسمنت نقطه البدايه هي نقطه النهايه، يعني ريتيرن باك ايكوال زيرو. لا مش سامعه مره كمان، ها؟ نقطة البداية هي نقطة النهاية، يعني ريتيرن باك ايكوال زيرو، ريتيرن باك ايكوال زيرو. يبقى في الحالة دي الديسبليسمنت ايكوال زيرو. تمام، ده 3 مسائل في بعض يا باشا. بص يا سيدي، طب انا عايزة هاف سيركل، نص دايرة، يعني انا اتحركت نص دايرة، يعني الحتة دي بس اهي، دي انا اتحركت دي بس، وجايب لي ان الراديوس، بص اهي، جايب لي ان الراديوس ب 7 متر، نص القطر الراديوس ايكوال 7 متر. تمام. في حالة نص الدايرة هيبقى الديستانس ايكوال ايه؟ هاف السيركمفرنس، يعني هاف تايم 2 باي ار. تمام. طب الديسبليسمنت، تعال نشوف اقصر طريق. اقصر طريق ايه؟ قال لي اقصر طريق من نقطة بي لنقطة ديت اللي هو مين؟ القطر بتاع الدايرة، يعني 7 و7 يعني 14، لان هو جايب لي ان الار النص القطر الار ماله 7 متر. اوكي. طب لو انا اتحركت ربع دايرة، يعني اتحركت من هنا هوب لهنا اهي، الحتة دي اللي اتحركتها اهي، دي الحته دي اللي اتحركت الربع دايره، يبقى الديستانس ايكوال ايه؟ قال لي الديستانس في الحاله دي ايكوال ربع السيركمفرنس، يعني ربع تايم 2 باي ار، يعني ربع تايم 2 باي ار. تمام، ما ده السيركمفرنس. طب الديسبليسمنت، قال لي الديسبليسمنت اقصر طريق، اقصر طريق اللي هو من فين لفين؟ قال لي من هنا لهنا. طب ما هو عندي التراينجل اهو، انا عايزه اجيب ده ب7 وده طبيعي ب7 لان الدايره نفس الراديوس. تمام، عايزه اجيب الضلع ده اهو، ده اجيبه ازاي؟ برافو، سي ام سكوير اهو، سي ام سكوير بلس ام بي سكوير، عايزه اجيب الروت بتاعهم، يعني الروت
7 سكوير بلس 7 سكوير. طلعها على الكالكوليتر، ما فيهاش اي حاجه. فهمتها؟ يبقى انا لو اتحركت دايره كامله، دايره كامله يعني جيت كده 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 ورجعت، يعني نقطه البدايه هي نقطه النهايه، يعني ديسبيسمنت ايكوال زيرو. حلو، يبقى ديسبيسمنت زيرو ما فيهاش حاجه. طب الديستنس المسافه، قال لي المسافه في الحاله دي هي محيط الدايره كله 2 باي ار. طب لو انا اتحركت دايره نص دايره، هيبقى في النص دايره، لو انا اتحركت نص دايره هيبقى الديستنس هي نص السيركمفرنس، يعني هاف 2 باي ار، ما ده السيركمفرنس. حلو. طيب الديسبيسمنت اللي هو الطريق الخط المستقيم الشورتست، اقصر طريق من نقطه البدايه لنقطه النهايه، هيبقى ايه؟ القطر بتاع الدايره اهو ده كله، وهو جايب لي ان نص القطر ب7، هيبقى 7 بلس 7 يعني 14. ماشي. طب لو انا اتحركت ربع دايره، يعني انا اتحركت من هنا لهنا وقفت اهو، وقفت هنا اهو، يعني انا اتحركت قد ايه؟ ربع دايره، يبقى الديستنس ربع السيركمفرنس. طب لو انا عايزه اجيب اقصر طريق من بي لسي، ده الحته دي كده اهو، ما انا لو عملت كده وكده هلاقي تراينجل، والتراينجل ده في الماس هنا هو دي بيربنديكولار، يعني الزاويه دي 90. في قانون في الماس بيقول لك ان الضلع دوت هيساوي ايه؟ الروت بتاع سي ام، سوري انا كتبت ايه؟ اهو سي ام سكوير بلس ده ام بي سكوير، واجيب الروت بتاعهم، يبقى انا جبت الضلع ده اللي هو الديسبيسمنت. في حاجه صعبه يا صديقي؟ لا. اوكي، هتلاقي الحل اهو زي ما احنا قلناه في الكومبليت سيركل، يعني السيركمفرنس بتاع الدايره اللي هو 2 باي ار. لو هاف سيركل يعني هاف السيركمفرنس اللي هو هاف 2 باي ار. تمام. هو عوض على طول بالسيركمفرنس اللي احنا جبناها فوق 44. طيب لو انا اتحركت ربع دايره، يبقى الديستنس هي ربع السيركمفرنس، يعني ربع تايم 2 باي ار. طيب في حاله ان انا اتحركت دايره كامله، يعني نقطه البدايه هي نقطه النهايه، يعني ريتيرن باك ايكوال زيرو، ده الديسبيسمنت. اوكي. طب لو انا اتحركت نص دايره، يعني انا اتحركت من بي اهو، القطر بتاع الدايره كله، هو جايب لي ان نص القطر ب7، يبقى 7 بلس 7 14 اهو. تمام. طب لو انا اتحركت ربع دايره، ربع كوارتر اهو، يعني انا اتحركت من هنا لهنا، لو انا اتحركت من هنا لهنا بس هيبقى ربع دايره اهو. تمام. طب لو انا ده الديستنس، عايزه اجيب الديسبيسمنت، بص هجيبه ازاي؟ انا اتحركت من هنا لهنا، هو ده اقصر طريق، يبقى انا هعمل تريانجل، وتريانجل القانون بيقول ان الضلع ده ايكوال ايه؟ ايكوال سي ام سكوير بلس ام بي سكوير، اهي بي سي ام سكوير بلس بي ام بي سكوير والروت بتاعهم. يا رب اكون قدرت لخصتها لك على قد ما اقدر. كشكولك يا كلابالا، وتعالى واكتب معايا ايه الفرق ما بين الديستانس والديسبيسمنت. تحديات نيمو. التحدي الرابع بيقول لك المقارنه ما بين الديستانس والديسبيسمنت. الديستانس هي الاكتشوال لينس بتوين هو الاكتشوال لينس between 2 points, start point and end point، المسافة اللي مشيها without no direction. لكن الديسبيسمنت قال لي لا، الديسبيسمنت هو الشورتست length between start point and end point، ولازم يكون ليها certain او specific direction يا صديقي. الديستنس ماجنتيود اونلي، لكن الديسبيسمنت ماجنتيود ولازم يكون ليه دايركشن. طب الديستانس طالما ماجنتيود اونلي يبقى ايه؟ سكيلر، والديسبيسمنت طالما ماجنتيود اند دايركشن يبقى فيكتور. اوكي تمام.
تعالى تاني حاجة عندي وهي السبيد والفيلوسيتي، وده تحدي بتاعنا باقي الحصة النهاردة. ايه الفرق ما بين السبيد والفيلوسيتي؟ بص يا صديقي، قال لي السبيد to know what is the difference between speed and velocity, study the opposite figure which represents the movement of an object from primary position A هو اتحرك مسافة من A تمام لغاية final position Z، يعني اتحرك كده لفوق، بعد كده مشي كده، بعد كده نزل كده ووقف هنا. دي نقطة البداية، دي نقطة النهاية. عشان اعرف الفرق ما بين السبيد والفيلوسيتي هلاقي ان السبيد ايكوال ايه؟ ايه الفرق ما بينهم؟ قال السبيد ايكوال ديستانس، المسافة الحقيقية اللي مشيها، ديفايدد تايم، على الوقت كله اللي مشيه، الوقت كله. طيب لكن الفيلوسيتي يا صديقي، قال لي الفيلوسيتي هي الديسبليسمنت، هي الديسبليسمنت على التايم، هي الديسبليسمنت على التايم. لا مش فاهم، بالراحه تعالى اقول لك. بص كده، اوكي، بيقول لك ايه في الجدول ده؟ بيقول لك بص، هرجع لك تاني للرسمه. بص يا حبيبي، بيقول لك لو انا جبت الديستنس في الرسمه دي، الديستنس هتبقى ايكوال ايه؟ المسافه كلها اللي مشيها، صح؟ يعني من A ل B بلس B ل C بلس C ل D، صح؟ يعني 30 متر بلس 60 متر بلس 30 متر برضه، دي الديستنس. لكن الديسبليسمنت ده اقصر طريق من A لغايه D بس، من A لغايه D بس، اللي هو كام؟ ما هو ده ايكوال ده، يعني 60 متر. هو ده قصده في الجدول ده، تمام؟ اللي هو ديستنس والديسبليسمنت. اوكي اهو بص، القانون اللي لسه قايلاه من شويه بيقول لك ان السبيد هي التوتال ديستانس ديفايد التوتال تايم، المسافه كلها اللي مشيها على التايم. لكن الفيلوسيتي ايه هي؟ قال لي هي الديسبليسمنت على التايم، الديسبليسمنت على التايم. طب الديستانس انا عملت كله بلس بعض، اللي هو ده بلس ده بلس ده، صح؟ طلعت لي ب 120 على 60 الوقت كله، تمام. لكن الفيلوسيتي هي الديسبليسمنت. افتكر كده ميس نرمين قالت ايه هو الديسبليسمنت؟ تعالى نرجع بسرعه. ايه هو الديسبليسمنت؟ قال لي المسافه من هنا لهنا على طول. مسافه من هنا لهنا لكام؟ 60 متر. يبقى ديسبليسمنت على التايم اللي هو اهو 60 على ايه؟ 60 الثانيه دي اللي هي التوتال تايم، بجمع كل الوقت مع بعض، توتال تايم. ماشي يا صديقي، عرفنا الفرق ما بين السبيد والفيلوسيتي. يبقى السبيد هي ايه؟ قال لي السبيد هي التوتال ديستانس ديفايدد توتال تايم، لكن الفيلوسيتي هي الديسبليسمنت على التايم. يبقى معنى كده ان السبيد طالما ديستانس يبقى سكيلر، لكن الفيلوسيتي ديت فيكتور عشان فيها ديسبليسمنت. اهو قال لي السبيد ماجنتيود اونلي، لكن الفيلوسيتي ماجنتيود اند دايركشن عشان فيها ديسبليسمنت. يعني دي سكيلر ودي فيكتور، دي سكيلر وايه؟ ودي فيكتور. في حاجه صعبه يا صديقي؟ لا. What's meant by a body cover 50 meter to northward direction in 5 seconds؟ يعني ايه؟ ان الجسم اتحرك مسافة 50 متر ناحية النورث دايركشن in 5 seconds. معنى كده طالما جاب لي في المسألة كلمة northward direction يعني ليها اتجاه، يعني ليها اتجاه. بص بقولها كم مرة، ليها اتجاه. طالما ليها اتجاه يبقى دي سبيد ولا فيلوسيتي؟ لا، تبقى دي فيلوسيتي. يبقى الفيلوسيتي ايكوال ايه؟ الديستنس او الديسبليسمنت على التايم اللي هي 50 متر على 5 ثواني، هتطلع لي 10 متر بير سكند. تعالى ناخد اكزامبل على السبيد والفيلوسيتي يا ميس عشان انا ما فهمتش، ففهمين اكتر. بس قبل ما ادخل على المسائل دي، سبيد ديستنس اوفر تايم،
velocity displacement over time. speed scalar, velocity vector. speed magnitude only, velocity magnitude and direction. حلو ماشي. تعال نحل مع بعض السؤال ده. بيقول لي the opposite figure، الشكل اللي قصادي a person start moving from A، الجسم اتحرك من A and return and return back. يعني ايه return back؟ نقطة البداية هي نقطة النهاية، يعني return back displacement equal 0. غنيها معايا يلا. يعني ايه return back؟ return back يعني نقطة البداية هي نقطة النهاية، يعني return back displacement equal 0. displacement equal 0. خلاص اوكي وفهمناها قبل كده. يبقى هو اتحرك من A B ل B ل C من C ل D and return back. احسب لي الافريج سبيد والافريج فيلوسيتي. يلا بينا هنقول مع بعض نحل. السبيد ايكوال distance over time. طب الديستانس ايه هي؟ قال لي المسافه كلها اللي مشيها على التايم كله. طب هو مشي كده 20 اهو 20، بعد كده مشي كده 40، بعد كده رجع نزل كده 20 تاني، بعد كده رجع تاني 40، كل دول بلس بعض. يبقى مليني يا ابني برافو. 20 بلس 40 بلس 20 بلس 40 على التايم كله. تعال نشوف التايم قد ايه. 25 سكند بلس 45 سكند بلس 25 سكند بلس 45 سكند اهو. 25 سكند بلس 45 سكند بلس 25 سكند بلس 45 سكند. هنجمع ده كله على التايم كله هيديني السبيد. طب الفيلوسيتي قال لي الفيلوسيتي القانون بتاعها هو ايه؟ displacement divided التايم. طب الديسبليسمنت عندي بكام؟ 0. ليه؟ ما احنا قلناها مليون مرة، نقطة البداية هي نقطة النهاية، يعني return back displacement equal 0. نقطة البداية هي نقطة النهاية، يعني return back displacement equal 0. يبقى 0 على التايم يعني equal 0. او بيقول لي give reason. ليه؟ هقول له علشان الديسبليسمنت هو return back so the displacement equal 0. هتلاقي اهي الاجابه. ماشي. اكزامبل تاني يا صديقي. in the opposite figure a body covers 30. فين الفيجر اهو؟ الجسم اتحرك 30 متر ناحيه النورث اهو، اتحرك 30 متر لفوق 30 متر ماشي within 30 second في 30 ثانيه. اوكي then 40 متر ناحيه الايست، اتحرك ناحيه الايست 40 متر اهو. تمام within 20 second في 20 ثانيه. اوكي and stop at the point. وقف هنا about 15 فين and stopped at a point about 50 meter from starting point. calculate احسب لي التوتال ديستانس. بعد كده وقف، بصوا على حسب الرسمه، وقف على مسافه 50 متر من نقطه البدايه. يعني دي نقطه اهي النهايه ودي نقطه البدايه. اوكي دلوقتي هات لي التوتال ديستانس. سهله. التوتال ديستانس ايكوال ايه؟ اهو 30 متر اللي مشيها بلس 40 متر بلس 50 متر، كل دول بلس بعض، هي دي الديستانس. ماشي. سبيد، السبيد ايكوال ايه؟ برافو، ديستانس اوفر تايم. الديستانس احنا قلنا 30 بلس 40 بلس 50، المسافه كلها، يبقى 30 بلس 40 بلس 50 ديفايدد التايم كله 30 بلس 20 بلس، لا خلاص بس من غير بلس، لان ايه؟ دي نقطة البداية ودي نقطة النهاية. لا ثواني سوري يا شباب، احنا مش هنقول ال50 الأخيرة دي لأن هو مرجعش تاني. لا 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 لا، هو وقف هنا يبقى 30 بلس 40، يبقى التوتال ديستانس 30 بلس 40 اهي 30 بلس 40. مالكش دعوة بدي لأن هو ما قاليش رجع، أنا آسفة ما قاليش رجع، لا هو وقف هنا.
طب السبيد ايكوال الديستنس اوفر تايم. الديستنس كام؟ 30 بلس 40. 30 بلس 40 ديفايدد التايم. قال لي ال 30 اتحركها في كام ثانيه؟ 30 ثانيه، 30 سكند بلس، وال 40 متر اتحركها في قد ايه؟ 20 سكند. يعني هتبقى 70 ديفايدد 50. احسبها بقى على الكالكوليتر هتطلع لك كام؟ دي السبيد. طب الديسبليسمنت يا صديقي، قال لي الديسبليسمنت اقصر طريق من نقطة البداية لنقطة النهاية، يعني قصده بيها الطريق ده اهو. لو تفتكر احنا قلنا ان ده طالما تريانجل ودول بربنديكولار على بعض، يعني الانجل دي 90، هتبقى الديسبليسمنت ايكوال ايه؟ قال لي الروت بتاع 30 سكوير اللي هي المسافة دي بلس 40 سكوير، وهتجيب الروت بتاعهم وتطلع لك الديسبليسمنت. طب الفيلوسيتي هي ايه؟ قال لي الفيلوسيتي هي الديسبليسمنت ديفايدد التايم. هجيب الديسبليسمنت اهي ديفايدد الوقت بتاعي اللي احنا قلناه اللي هو 30 فين اهو 30 بلس 20. تعال نشوف يا صديقي هو حللها ازاي. اهو التوتال ديستانس ايه؟ المسافه دي بلس دي اهو 30 بلس 40. شايفها 30 بلس 40. طيب الافريج سبيد هي التوتال ديستانس على التوتال تايم. طب ما التوتال ديستانس كام؟ ما احنا طلعناه اهو 70. طب التوتال تايم هو قال لي نتحرك ال 30 متر دول في 30 ثانيه وال 40 متر دول في 20 ثانيه، يبقى 30 بلس 20 هيطلع الرقم. اوكي. طب الديسبليسمنت اقصر طريق اللي هو ده، صح ده جايبها لي في المساله، ليه اتعب نفسي واعمل القانون؟ ما جايبها لي 50 على طول، 50 على طول، يبقى هي 50. تمام. طب الافريج فيلوسيتي هو الديسبليسمنت على التايم. طب الديسبليسمنت كام؟ 50 على التايم اللي هو 50. اوكي ماشي. فين؟ اوكي بيقول لي when each of the following happen، ايه اللي هيحصل لو او امتى يعني يحصل؟ in the opposite direction of the wind from city to southwest direction to city 1. حلو قوي. قال لي ايه اللي هيحصل لو انا عندي اتجاهين عكس بعض من الرياح، تمام، من city 2 ناحيه الساوث وورد direction to city 1. when the value of each velocity decrease، لو قيمه الفيلوسيتي دي قلت due to resistance نتيجه الايه؟ المقاومه. ما هو الهواء رايح جاي في منطقتين، فالهواء ده بيزق في الهواء اللي قصاده، الويند الرياح دي بتزق في الويند اللي قصادها. تمام. اوكي التركيه دي جت في امتحانات قبل كده. قال لي الفيلوسيتي هتقل ليه؟ نتيجه المقاومه اوف ذا ويند. اشمعنى؟ عشان هما in opposite direction. so the time of track، نتيجه كده ان لو دلوقتي في رياح جايه كده قصادي وانا ماشي في الرحله بتاعتي، تمام، الوقت هيزيد. ليه؟ عشان كل ما امشي الرياح بتزق العربيه، كل ما امشي الرياح بتزق العربيه عشان هي عكسي. تمام. اوكي. فبالتالي وقت الرحله هيزيد، فبالتالي انا هستخدم بنزين اكتر. بس دي تركايه ليس لها علاقه بالدرس، بس جت في مره في امتحانات. تاني بيقول لي ايه اللي هيحصل او ايه يعني وات هابن لو انا ماشي رايح منطقه معينه بس في وشي رياح عكس اتجاهي، فكل ما امشي هحس ان الهواء بيزق العربيه لورا، فبالتالي هاخد وقت اطول شويه لان في حاجه بتزق العربيه. فطالما هاخد وقت اطول فبالتالي ان انا هستخدم ايه؟ consume more fuel، يعني هستخدم وقود او بنزين اكتر. اوكي. give reason ليه البايلوتس take in consideration the velocity of the wind؟ ليه دايما الطياره لازم او اللي هو الطيار لازم يحط في دماغه الكابتن ويحط في حسبانه اتجاه الرياح؟ ليه؟ هقول because the direction of the wind، عشان اتجاه الرياح بيأثر على الفيلوسيتي، بتاع الطياره، فبالتالي لازم يزود الوقت، فبالتالي هستخدم كميه بنزين اكتر. لسه قايلاه. يبقى ليه دايما البايلوت وهو طاير لازم يحط في حسبانه اتجاه او قوه
الرياح جايه له من فين واتجاهها فين، عشان لو انا ماشي واتجاه الرياح اوبوزيت دايركشن عكس اتجاهي يبقى انا طبيعي هاخد وقت اطول واحتمال استخدم ايه وقود اكتر. تمام، تعالى ناخد المسألة دي معايا، ويعتبر دي تقريبا اخر مسألة عندي في حصة النهاردة. In the opposite figure a car start motion from A. العربية اتحركت from A لغاية ما وصلت F، بس عشان توصل F مشيت لفوق 2 كيلومتر لغاية B، ومن B مشيت لC 5 كيلومتر، ومن C نزلت لD 1 كيلومتر، ومن D مشيت لE 3 كيلومتر، بعد كده نزلت في الآخر رجعت لF 1 كيلومتر. تمام؟ اوكي، احسب لي التوتال ديستانس. سهله، المسافه كلها ايكوال ايه؟ ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده، يعني 2 فين اهو، 2 من الرسمه بلس 5 بلس 1 بلس 3 بلس 1 هيطلع لي 12 كيلو متر. تمام؟ اوكي، احسب لي الديسبيسمنت. يعني ايه ديسبيسمنت يا صديقي؟ برافو، يعني اقصر طريق من نقطة البداية، نقطة البداية يا عم، في ايه يا عم؟ من نقطة البداية لنقطة النهاية، اقصر طريق من نقطة البداية لنقطة النهاية، اللي هو المسافة دي من ال اف. يا نهار ابيض يا ميس، دي هجيبها ازاي؟ مفيهاش اي حاجة، مفيهاش اي حاجة. بص، هتكمل الرسمة كده لفوق. بص، المسافة دي كام؟ 3 كيلومتر. طب المسافة دي كلها كام؟ 5. طب هي دي بس اللي انا عايزاها، يبقى كام؟ 5 ماينس 3 يعني ايكوال 2. مفيهاش حاجة. يبقى هي المسافة دي ايكوال كام؟ 2. تمام؟ احسب لي دي الديسبيسمنت، احسب لي الفيلوسيتي. if you know that the total time spent by the car equal 0.033. احسب الفيلوسيتي. قانون الفيلوسيتي بيقول ايه؟ قال لي قانون الفيلوسيتي ايكوال الديسبيسمنت divided التايم. الديسبيسمنت بكام؟ احنا جبناها 2 divided التايم، هو جايبه لي 0.033، هيطلع لي الرقم ايه بقى؟ متر بير كيلومتر بير اور، عشان هو جايب لي كيلومتر واور، يبقى كيلومتر بير اور. ناحيه ايه؟ انهي اتجاه من ايه لاف؟ اهو نيوز، هو مشي كده، يبقى ناحيه الايست دايركشن. هي دي الاجابه يا صديقي. اهو جبنا التوتال ديستنس كلها اللي هو 2 بلس 5 بلس 1 بلس 3 بلس 1، طلعت لي 12. اوكي، طب هات لي الديسبيسمنت اللي هو المسافه دي، اقصر طريق. الله، اجيبها ازاي؟ اهو بص، هطلع كده، دي كده 3 متر، طب دي كلها 5، طب انا عايزه دي، هيبقى 5 ماينس 3 هيطلع لي 2. تمام؟ طب الفيلوسيتي هي الديسبيسمنت على التايم، فانا جبت الديسبيسمنت ب2 اهي، على التايم هو مدهوني في المساله، ولازم اكتب الدايركشن ناحيه الايست دايركشن. تمام، ميرسي يا صديقي، انبسطت اني كنت معاك النهارده، وطلعنا اختراع جديد النهارده اللي هو تحديات نيمو. هتعمل الكشكول، هتعمل فيه التحدي الاول، التحدي الثاني، التحدي الثالث، والنهارده التحدي الرابع. احنا خلصنا مع بعض يونت 1 كلها، وعلى قد ما اقدر قدام ربنا انا حاولت ابقى معاك. عايزاك تراجع يونت 1 كلها، وهنراجع احنا مع بعض يونت 1 ان شاء الله مع بعض باذن ربنا. هقول لكم تفاصيل ان احنا هنراجع يونت 1 ازاي، وهنحل كمان المعاصر مع بعض، وهقول لكم برضو تفاصيل المراجعه. اهم حاجه خليك معانا على جروب الواتساب عشان تعرف التفاصيل. مبسوطه اني كنت معاكم، ويا رب اكون قدرت اساعدكم. باي باي.